السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل المتابعين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم نورة من قناة يوميات وأكلات نورة. إن شاء الله النهاردة هنبتدي مع بعض كده فيديو جديد. هنعمل كده البسبوسة بطريقة إن شاء الله تكون ناجحة. أنا هقول لكم هنا المقدار بالجرام وبالميزان، وبعد كده ان شاء الله احاول اكتبه لكم في صندوق الوصف، ربنا بس يذكرني بالكوبايه. لو انت عايزه تقللي الحجم بتاعها عن كده هتجيبي صينيه اكبر من كده شويه، او تقسمي نص المقدار اللي انا عملته. يعني ان شاء الله الطريقه مضمونه 100%. اول حاجه خالص انا جبت طبعا الميزانه بتاعتي الاموره الجميله دي، وهبتدي اعمل الشربات بتاع البسبوسه اللي بيكون خفيف. انا بس بجهزه يعني عم اشتغل في البسبوسه، وبعد كده ارفعه على النار. الشربات ده لكيلو من دي البسبوسه، لكيلو من دي الصومولين او البسبوسه، عباره عن نص كيلو من السكر وعليه كيلو من الميه، او 1 لتر من الميه. تمام، يبقى المقدار ده لكيلو من البسبوسة. طب لو انا هعمل نص كيلو، يبقى هعمل ربع كيلو من السكر وعليه نص لتر من المية. تمام، يبقى انا حطيت نص كيلو من السكر وعليه كيلو من المية، وبعد كده احطهم على بعض كده واركنهم على جنب شوية عم ابتدي اظبط الدنيا كده وارفعهم على النار. تمام، دلوقتي طبعا خلصنا من الشربات والمقدار بتاعه. هنبتدي بقى نشوف البسبوسة بتاعتنا. هحطها قدامكم على الميزان. دي بسبوسة. طبعا الأكياس لها طريقة تانية، وطريقتها أصلا مكتوب عليها يعني. تمام، فأنا دلوقتي ده وزنه عبارة عن كيلو اهو، كيلو من دي البسبوسة. تمام، وبعد كده هوزن الزبدة او السمنة. الزبدة بتاعتي زبدة فلاحي، كنت انا مسيحاها معاكم هنا على القناة. بعبيها كده في بعد ما اسيحها في علب الزبدة الكريستال. ودلوقتي هناخد منها 200 جرام من الزبدة. 200 جرام على الكيلو البسبوسة، لكن لو انت هتعمليه نص كيلو من دي البسبوسة هناخد بس 100 جرام. النص كيلو عليه 100 جرام، والكيلو هياخد 200 جرام من الزبدة الفلاحي. تمام، او السمنة لو انت ما عندكيش بقى زبدة فلاحي او حاجة، بس بلاش زبدة يعني، خلينا في السمنة احسن. بعد كده طبعا خلاص احنا كده خلصنا من السمنة. هنشيل بقى الميزانة. تمام، هي اللي انا كنت عايزة اوزنها وخلاص. السكر انا كنت وزنته قبل ما اشغل الكاميرا وكده، وهقول لكم على المقدار بالظبط. الكيلو البسبوسة هياخد 600 جرام من السكر. 600 جرام من السكر. لو انت عايزة تقللي الكمية شوية مفيش مشاكل، ممكن تخلي الكيلو لنص كيلو من السكر. كيلو البسبوسة عليه نص كيلو من السكر، عليه 200 جرام من الزبدة، عليه 250 او ربع كيلو من اللبن. تمام، ده بالنسبة للنص. تاني اقول المقادير: كيلو دقيق، عليه 200 جرام من الزبدة، عليه 600 جرام من السكر، عليه نص كيلو من اللبن. لو انت عايزة تقسمي المقدار براحتك. انا دلوقتي طبعا فضيت الدقيق بتاع البسبوسة في طبق ونزلت عليه. طبعا المفروض انزل بالسكر الاول، بس مش مشكلة، هحط عليه 600 جرام من السكر، وبعد كده هنزل بال200 جرام من الزبدة، واحاول بقى ايه اغلف كل حبات البسبوسة كده بالسمنة، اعملها كده شبه الرملة المبلولة، اغلفها كلها. التغليفة بتاعت اما نغلف حبة البسبوسة بالسمنة ما بتخليهاش تنشف معايا في الفرن. وهقول لكم دي اول حاجه. طبعا اول تركايه ان احنا لازم نغلف حبات البسبوسه كويس جدا بالسمنه زي ما احنا شايفين، بنبسها كويس جدا. بس كده بحاول نخليها شبه الرمله المبلوله كده، عشان بعد كده اما نسويها ما تنشفش في الفرن. وبعد كده هنزل على المقدار اللي معايا بنص كيلو من اللبن الحليب. تمام، نص كيلو لبن حليب. بعد كده ما بعجنش بقى، انا بحاول اشربها العجين زي ما انتوا شايفين كده.
وبتكون معايا كده ما بتبقاش سايبة قوي ولا لابسة قوي، بتبقى الى حد ما معقولة يعني. ما تاخدوش بالكم من الصوت اللي جنبي، روفان بتاكل شيبسي، فهي بحاول اخرجها بره عشان اسجل، بس هي طبعا قاعده جنبي فالصوت. بعد كده جبت صاج 30 في 40 ودهنته بالسمنه، وفردت فيه كل الكميه اللي انتوا شايفينها، ده الكيلو من البسبوسه. تاني اقول لكم المقدار: كيلو من البسبوسه، عليه 200 جرام من الزبده، عليه 600 جرام من السكر، عليه نص كيلو من اللبن. الشربات بتاعي هنقول لكم عليه في الوقت المناسب. طبعا روفان قاعده جنبي، وانا بعد ما حطيت البسبوسه كده خبطتها خبطتين في الرخامه عشان اساوي الوش بتاعها، وبعد كده ابتديت اقطعها. طبعا التقطيعه دي مش نهائيه يعني، احنا بنرجع نقطعها تاني بعد ما تخرج من الفرن، بس عشان اعمل قطع كده عشان اعمل لها شكل بالفول السوداني. تمام. بالسوداني. لو انتي بقى حابه تحطي لوز، تحطي بندق، تحطي حاجات من الحلوه الجميله دي. انا ما كانش متوفر عندي غير السوداني. وابتديت احط كده رص كل حبتين سوداني كده في قطعه من القطع. وروفان طبعا كانت قاعده كده ما شاء الله، قاعده بترص معايا اهو زي ما احنا شايفين. بتحط معايا، وهي دلوقتي اصلا بتسجل معايا يعني. تمام. انت بتاكلي يا روفان؟ شيبسي. ماشي. طب ما تخروشيش طيب عشان التسجيل. وبعد كده طبعا شايفين ايديها الحلوه الجميله المقلبظه دي بتحط طبعا معايا، بترص معايا وحدات السوداني زي ما قلتلك. لو انت حابه تحطي لوز او بندق حطي زي ما انت عايزه. وبعد كده طبعا بدخلها على درجة حرارة 180 ل200 درجة، لان هي البسبوسة بتحب درجة حرارة عالية. ودلوقتي انا حطيت الشربات على النار، ولما غلي حطيت عليه نص عصرة ليمونة. ودلوقتي طبعا غلي، حطيت دلوقتي وخلاص. اول ما حطيت ربع معلقة كده من الفانيليا، جبت معلقة من السمنة الزبدة وحطيتها على الشربات، بتوديه في حتة تانية خالص. يعني لما بنسقي الشربات للبسبوسة اللي انتي اصلا حاطة عليه معلقة سمنة زبدة، معلقة سمنة بلدي، بتودي الشربات في حتة تانية وبتودي البسبوسة في حتة تانية خالص، علاوة على اننا اصلا عاملينها بسمنة زبدة. تمام. وبعد كده اول ما البسبوسه تخرج من الفرن سخنه ومعايا الشربات كمان سخن، ببتدي انزل بالشربات كده على البسبوسه. وشايفين بتشرب ازاي؟ يعني بصوا تعرفي ان البسبوسه ناجحه لما تسقيها الشربات وتشربوا. شايفين انا قربت لكم الكادر شويه. بصوا اول ما بننزل عليها بالشربات بتشربه في ثواني، ده معناها ان البسبوسه ناجحه 100%. اما لو ما شربتش معاكي الشربات وبدات تبقلل كده وتطلع لفوق، اعرف انها هتتاكل بالمعلقه بعد كده. تمام. سقيتها الشربات كله، اخدت الكميه كلها. الكيلو اخد معايا نص كيلو من السكر وعليه كيلو من الميه. وبعد ما غلي حطيت عليه نص عصره ليمونه، وقبل ما اطفي عليه النار حطيت ربع معلقه من الفانيليا، وحطيت معاهم كمان معلقه من الزبده الفلاحي. ودلوقتي طبعا البسبوسه كده بعد ما بردت وشربت السكر بتاعها، طبعا عشان وشها ما ينشفش معايا بغطيها كده لمده 2-3 وبعد كده بشيل الغطا من عليها. ودلوقتي طبعا بحاول امشي على التقطيعه اللي انا كنت مقطعاها عشان يبقى كل قطعه موجود عليها الفول او السوداني اللي احنا حاطينه. تمام. بحاول بالقطاعه دي افصل كده القطع اللي انا كنت مقطعاها. تمام. زي ما احنا شايفين القطع عالية لحد ما. لو انتي هتعملي الكمية دي ممكن تحطيها، عايزة يعني الارتفاع اقل، ممكن تعملي تشيلي حبة من الكمية وتحطيهم في صينية صغيرة، او لو عندك صاج اكبر من كده. الصاج ده 30 في 40. وده طبعا البسبوسة انا بحاول اخرجها، بس هي ما بردتش للدرجة اللي انتوا واخدين بالكم فيها، هي لسه طبعا. شايفين الحلاوة والجمال والطعامة والشياكة، وبسبوسة ناجحة 100%.
مش هتبوظ منك تاني البسبوسة. اعمليها بطريقتي ومش هتندمي. انا بحاول اطلع لكم بقى قطع كده عشان تشوفوها هي قد ايه متماسكه ودايبه، يعني متماسكه ودايبه دوب في نفس الوقت. شايفين يعني هي متماسكه ودايبه دوب، والتسويه بتاعتها الوش بتاعها قمر جدا. التسويه من تحت محترمه. ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايديكم، ويا رب الطريقه تعجبكم. وان شاء الله اسيب لكم المقدار في صندوق الوصف، مقدار الكيلو، وانتي بقسمي براحتك لو حابة تعملي نص كيلو. تمام. انا طبعا وانا بشيل شلت وش واحدة من الجهادي. شايفين الجمال والطعامة والحلاوة بصوا قشطة كده، قشطة بسبوسة. ولو حابين طبعا نعمل ان شاء الله بسبوسة بالقشطة، ان شاء الله نعمل لكم الطريقة. الولاد بيحبوا البسبوسة اللي انا بعملها جدا، طعمها بيبقى تحفة جدا جدا. وهوريها لكم دلوقتي قد ايه هي متماسكة ودايبة في نفس الوقت. يعني بصوا هي متماسكة، بس بصوا دايبة دوب كده ومستوية. والقطع لو انت عايزة تقللي القطع براحتك جدا. ده شكلها النهائي من قريب. يا رب الطريقة تعجبكم. وانا عارفة ان انا برغي كتير، بس ببقى عايزة اوصل لكم المعلومة. وشكرا لل5 6 اللي بيشوفوني واللي بيدعموني واللي بيحطوا لي لايك للفيديو. بشكركم جدا من قلبي، وانتوا سبب سعادتي. طبعا اول ما بلاقيكم حاطين لايك او معلقين تعليق حلو فانتوا سبب في سعادتي. ربنا يخليكم ليا وقناتي تكبر بيكم. وعايزة كل اللي يشوف الفيديو ما ينساش يحطوا له لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. ولو وصلتي معايا لحد هنا انا بشكرك جدا جدا، واشوفك في فيديو